نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين؟ كنتمنى ان شاء الله كامل بكم تكونوا مزيانين وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف ما العاده فيديو جديد، فلوق جديد، ماشي فلوق. اليوم غادي نعملوا روتين بعد الدوش وقبل الدوش. غادي نوريكم شنو كنت لي برودوي اللي كنستعمل لشعري، شنو لي برودوي اللي كنستعمل لو كور ديالي، وكيفاش الطريقه اللي كنصايب بها شعري المسرسب. غادي نوريكم الطريقه اللي كنصايب بها شعري المسرسب. وطبعا كلشي هادشي هذا اللي قلت لكم دابا غادي يكون فيديو واحد وغادي نعملوه كاملين بينا مع بعضنا وما غادي نفوت عليكم حتى لقطه. وطبعا ما تنساوش نتوما ما عليكم غير تعملوا لي لايك الفيديو وتشتركوا في القناه وستناو الفيديو، وكنبغيكم كاملين بكم وما تمشيو فين. وضروري قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم خصني ضروري نوريكم واحد الحاجه اللي غادي تعجبكم بزاف وتا انها كتحمقني. وطبعا اي حاجه غتكون كتعجبني انا تعجبكم حتى نتوما. شوفوا على منظر الجميل جدا. شوفوا على طبيعه البنات فن واحد الجو السما تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. واحد الجو غزال هنايا والله العظيم، كاينش احسن من الراحه والسياحه. تبارك الله ما شاء الله. ما علينا. انا جيت. المهم اول حاجه غادي نبداو بها هي الشعر ديالنا طبعا، وغادي نقول لكم شنو كنعمل لشعري وكيفاش كنعتني به وشنو هما الزيوت اللي كنستعمل لشعري. نخليكم على فيديو. اول حاجه كنستعمل شعري قبل ما كندوش ضروري من نزيتو شعرنا قبل ما ندوشو حيت مفيد بزاف. هذا مالو جابوا لهنا يا اخي خلاص انا حيت مفيد بزاف. وهاد الشعر هذا اللي غادي ما في شي يضحك. وهاد الزيت هذا اللي غادي نستعمل سيداتي سادتي هو زيت مخلط مع اكليل الجبل وحبه السوداء قرنفل حبه السوداء وازير وقرنفل وزيت العود. المهم اول حاجه اللي غادي تعملوها هو غادي تجيبوا واحد كاسرونه وغادي تعملوا فيها الماء وغادي تزيدوا عليها اكليل الجبل وحبه السوداء وقرنفل وغادي تغليوهم مزيان. وراه غادي تجيبوا واحد كاس ديال الزيت ديال العود بلديه وغادي تضيفوا عليها ديك الماء ديال الازير وغادي تعملوها بخاخ بحال هيدا ولا شي قريعه. المهم اي حاجه كتفتحوا فيها نعمل حتى هيدا باش كيجي ساهل الاستخدام ديالو حيت شعري طويل. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا حاولوا بانكم تعملوا من تحت وانتم طالعين، ما تبداوش تعملوا من الفوق وانتم هابطين بشويه من تحت ودلكوا الشعر ديالكم مزيان بحال الطريقه هذه باش الزيت كيدخل في الاطراف ديال الشعر ديالكم من تحت وكيكون داكشي بيرفكت وباش ما كتبقاش ضربه مزيتاش فهمتوا كلشي تيتزيت. فوالا غادي ندوزو لهاد الكوطي هذا. حشم بيا. المهم غادي ندهنو غادي نرجع لكم. الله يخليكم صبروا ليا دقيقات. A few moments later. انا رجعت لكم كيف ما كتشوفوا معايا. هذا غادا تعكس لي حيت ضروري كنكونوا كنصوروا شي حاجه تعكس لي وخويته في يدي ودرت في شعري كيف ما هو كنعمل دايما. صافي زيت شعري نتوما كيف ما كتشوفوا معايا غير بالكم مزيت. وحاولوا بانكم تعملوا واحد المساج خفيف الفروه ديال الراس ديالكم باش ديك اكليل الجبل وحبه السوداء وزيت الزيتون الفروه ديال الراس ديالكم تشربوا فهمتوا. وخاص المساج مزيان بشويه باش نتوما كتعرفوا بان اكليل الجبل كيساعد النمو ديال الشعر وحبه السوداء كتمنع على القشره وفي نفس الوقت كتكثف الشعر. وكاين الجبل كيحفز الدوره الدمويه ديال الشعر. وهذا الشيء هذا مزيان لينا كاملين بينا احنا البنات. دابا غادي ندوزو واحد الحاجه اللي هي مهمه، واحد الحاجه اللي ما كاينش شي بنت ما كتعجبهاش وما كترتاحش فيها، اللي هي لو كور ديالنا. هاي هذا ما هو هذا. وطبعا قبل ما نوريكم شنو غادي نعمل لو كور ديالي وداك الشيء هذا كامل ضروري خصني نعمل واحد الحاجه في شعري واستناوني نمشي نجيبو. استنوا. A few moments later. هذا هو اللي كنهضر لكم عليه اللي ضروري في اي حمام مغربي ولا اي حاجه كنعمل فيها الزيوت خصوصا
خصنا حنا المغاربه ضروري ما خصنا نلويوها في الشعر ديالنا باش داكشي كيدخل مزيان في الفروه ديال الراس ديالنا. وطبعا هذه هي اللي كنت كنهضر عليها، سبنيه حياتي اللي كنقولوا لها حنايا سبنيه حياتي المغاربه. بلا ما نهضر عليها صراحه، سبنيه حياتي ديال كل في الكل. بحال هيدا يا اختي، وغادي نزيروها على الراس ديالنا مزيان، غادي نزيروها باش الشعر كي هذا. انا بغيت نتزوج محتاجه. كاين شي منقداو طلع من عندك اخويا شنو كنستعمل الجسم ديالي، نسيت كاع نقول لكم باش كنغسل شعري وشنو كنعمل شعري اللي كنغسلو، شنو الشامبو اللي كنستعمل هذا الشامبو هذا، حيت انا صراحه عندي شعر دهني مازال كنغسلو اليوم كتزيت البارح كنستعمل هذا، ومن موراها كنخرج وكنبغي نشف شعري كنستعمل هذا الزيت ديالو صغيور. بالنسبه للجسم ديالي لي كوماج اللي كنستعمل، حيت صراحه ما كاينش شي بنيته ما كيعجبهاش تستعمل لي كوماج ديال الجسم، لي كوماج ديال الوجه، ديال لي ريوغ ديالنا، ديال اليدين، ديال الرجلين. طبعا اول حاجه كنستعمل هو هذا الكوماج هذا، شريت من عند العطار يا العطار عطيني شي بخور ما تحيه الفنان عابر هذا هو الكوماج اللي كنستعمل الجسم ديالي. هذا الكوماج اللي شريته من عند العطار غزال صراحه، واي بنيته خاصها تعمل اي كوماج تشوفوا عند العطار وكتقولوا له نتوما شنو بغيتو، فيه النيله الزرقاء ولا اي حاجه، هو كيعمل لكم داكشي على الذوق ديالكم. هانتوما هذا كوماج ديال الجسم، وهذا مقشر ديال اليدين، هذا كيقشر به اليدين، كنقشر به اليدين ديالي كنقشر به اليدين ديالي صراحه كيبيض اليدين كيحمق صراحه فل. وتا واحد صاحبتي كتستعملو معايا غزالي، حتى ماشي بس حتى هي عندها بحالهم غزالي، حتى هي كتشكرهم لي بزاف. وهذا ديال الكوماج ديال الرجلين، هذا الكوماج ديال الرجلين البنيتات اللي كيعجبوا الرجلين ديالهم كيكونوا حمرين ورطبين، وخصوصا بان الصيف داخله يمشيو عند العطار يمشيو عند العطار ويشريو كوماج ديال الرجلين. راه هادشي ماشي غالي، ماشي رخيص بزاف، ولكن غالي واحد شويه، كيمشي غالي بزاف. هي هذيك. المهم غتمشيو وغادي تشريوه غزال يا اختي، غزال كيحمق. هادشي اللي كاين. دابا غادي ندخل ندوش، ومن موراها غادي نخرج باش غادي نوريكم كيفاش كنصايب الشعيوات ديالي، وكيفاش كنحاول نصايبو غير بشويه ونحميه من الحراره، وباش كنرطب فيهم من بعد الدوش. هادشي كامل غادي نشوفوه من مور. دابا انا هكا كنت ندوش عاد نوريكم شنو غادي نعمل عاوتاني من مور الدوش. خليكم معايا. A few moments later. نقدر نكون كنبان لكم دابا بحال شي هنديه ولا ما نعرف منين خارجه، ولكن انا خارجه غير من الدوش. يلاه دوشت وساليت ولات نعاود الكاميرا. يلاه دوشت وساليت، وضروري غادي نرطب وجهي، بهاد الكريم هذا. واحد باش يدوش صراحه، والله بنادم اللي كيدوش وكينقي كيرتاح. وضروري البنات قبل من بعد ولا قبل من بعد الدوش ضروري ترطبوا البشره ديالكم، ضروري حيت البشره كتكون ناشفه بالماء وداكشي، خصكم ضروري ترطبوا وجهكم مزيان. رطبوا دهن. الله 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 الله. شوفوا الزين ما دار فيا، وشوفوا الزين ما دار صافي. دابا غادي نحيدو لا فوطه مدرميه كيف فويرتي. واو. هانتوما يا البنات الشعر ديالي منعش كله طاقه وحيويه. صافي البنات، هانتوما قبل ما نستعمل الوان ستيب ديالي خصني ضروري نمسح شعري مزيان من المياه. شوفوا ردوا البال بزاف، ما تعدلوش شعركم وهو فازك، ردوا البال. علاش هاد الوان ستيب فيها شيشوار في نفس الوقت، هي مشطه كهربائيه، فيها مشطه في نفس الوقت، فيها
الشيشوار مبقاش فيه ولا قطرة ماء ولا ناشف، نص ناشف نص فاتق. صافي غادي نكبيه على جوج وغادي نجيبو الوان ستيب ديالنا. ها هي هاد الوان ستيب هادي فنه 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 فنه. نقدر بانني ننصح اي بنيته بها عندها شعر طويل، حيت صراحه كتعاون بزاف كتمشط لك شعرك في نفس الوقت كتصايبو لك. راسكم بحال كتمشطوا شعركم في نفس الوقت كتعدلوا المهم غادي نعدل هذا الكوتي هذا ونرجع لكم. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا عدلت هذا النص هذا. شوفوا كيفاش كتخلي الشعر طيطب. دابا انا باقي ما معدلاش مزيان داك التعديل، ولكن كما قلت لكم انا بغيت اصلا ما كنعدلش شعري بزاف، يعني كنعدلو مره وكذا اهدى شويه مع نفسك، قول اعوذ بالله من كنعدلو مره عليها. قلت بانني نشارك معكم هاد الروز اللي كنعمل، كنعدلو مره ملي كترشق ليا وتطقطق وداكشي عليا كنعدلو. ولكن دابا كما كتشوفوا معايا كيبان ناتوريل وطبيعي وكيبان صحي وقوي. شي اصلا دابا داك الموضه ديال الشعر سامبل ما بقاتش، ولات الشعر فيه شويه ديال الفوليوم باش كيبان بلي راه عندك الشعر. وغادي ندوز نصايب هاد الكوتي هذا ونرجع لكم. الله سالي دابا كل شيء، حيت انا صراحه ما عدلتوش مزيان، يعني ماشي ديك التعديل بحال قلتو غير نشفتو من الماء وهبطتو شويه، غير نشفتو ومشطتو مزيان بديك وان ستيب. صراحه غزاله بزاف صراحه يلا. هي انا ملي كنت عدلت بها ديك المره صراحه كانت ملي كنت فرقت شعري هيدا. وشو دابا هو راه باقي فازك شتو، يعني راه ماشي معدل مزيان، عدلتو غير من فوق. وفنه صراحه نتوما كتعرفوا انا ملي كنقول لكم شي حاجه راه زوينه فراه هي بيرفكت. صافي هادشي اللي كاين. سالينا الشعر ديالنا، سالينا المسائل ديالنا كاملين، ويلا معايا دابا باقي غادي نعمل واحد كليسه خفيفه وغادي ناكل وغادي نتفرج شويه. خليكم معايا، يلا تمشيو معايا. ايوا صافي لالا، انا درت لك واحد فيلم مغربي وجلست كنتفرج ليا مع راسي والسكات والراحه النفسيه وصافي. هادشي اللي كاين صراحه ارتحيت بزاف والله العظيم. وصافي هنايا وصلنا لافان ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم بزاف واستمتعتوا معايا. انا كنحاول بانني نوريكم كل شيء ومن نفوتكم حتى شي حاجه ونصور لكم داكشي بالتدقيق. وكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكتبوا لي في لي كومونتير الفيديو ديال المره اللي ما جا كيفاش بغيتوه يكون وعلاش بغيتو نعمل لكم فيديو. قولوا لي انا معاكم، واي حاجه بغيتوها نصور لكم، اي حاجه بغيتو تعرفوا عليا قولوها لي، سولوني في لي كومونتير، انا هنايا. وكنبغيكم كاملين بكم بزاف، وشكرا بزاف على المشاهده، وشكرا بزاف حيت كملتوا الفيديو ديال اليوم كامل. وما تنساوش تخليو لايك وابوني وتشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم اي فيديو كنعملو. وبسلام عليكم، تصبحوا على خير. باي باي.